ليه الكفته من عند الحاتي بتكون اجمل من اللي في البيت مهما تعافر وتهاتي؟ وببساطه انت بتحس بكده عشان الكفته بتقع من السيخ وانت بتسيخها، فبتضطر تعملها صينيه او جريل، ويوم ما تظبط معاك بتعملها فرن وبرده ما بتكونش زي المحلات. وبما اننا داخلين على العيد فدي اهم اسباب نجاح كفته الحاتي، طبقها واعملها من غير ما تهاتي. اول فرق بين الحاتي وبين البيت هو السيخ الحديد. ايوه، ايه السيخ الحديد؟ لان الحديد بمنتهى البساطه لما بيسخن على الفحم بيوصل لدرجه حراره تخلي الكفته من جواها تستوي، ودي اهم تركايه كتير مننا بيغفل عنها، وانا كنت اولكم للاسف. كمان تعدد انواع اللحمه في الخلطه المستخدمه عند الحاتي، سواء كانت تعدد نوع القطعيه او تعدد نوع اللحمه نفسها، سواء كان بقى ريجا، موس، بتلو، كندوس، صغير، كبير، واحيانا بيتخلط ببعض انواع اللحوم الضاني، وده عشان يدي طعم الضاني في الكفته الكندوس بسبب قله الطلب على الكفته الضاني بسبب تقل الدهون فيها، وده لان عجينه الكفته نفسها بتكون من 70 ل 80% لحم احمر ومن 20 ل 30% دهون. وبالمناسبه في فرق بين تتبيله الكفته وتتبيله الطرب برضه بسبب جزئيه الدهون. كمان كل لما بتعمل لايك كل لما الاسرار بتزيد والطعم هيحلو بالتاكيد. نوع وقطعيات اللحمه بتفرق كتير، مش كل لحم مفروم يصلح للكفته ولا كل كفته يتقال لها يا كفته، لان عندنا كفته حاتي وكفته صينيه وكفته رز وكفته كدابه، وعندنا انواع كتير حضرتك. كمان من اهم عناصر نجاح الكفته معاك هو البصل. ايوه برضه البصل الابيض القديم هو انسب اختيار للكفته، مع مراعاه انك تقطع البصل بنفس الطريقه دي اللي اتعلمتها مؤخرا، وده لان راس البصل احيانا بيكون عنصر من عناصر زياده المراره في بعض الاكلات. وما تنساش البصل بتفرق في كميه الكفته، وطبعا البصل المتصفي من الميه، ومهم برضو تظبط البصل، وانا بظبطها على كل نص كيلو كفته قبضه ايد مني بصل مفروم متصفي من الميه. ممكن نقل شويه، ممكن نزيد شويه، لا. كمان ميه البصل مهم في انك تغلف به الكفته بعد التسييخ، بيضيف تست طعم لكن ما تكترش منه عشان ما يقعش. الملح مهم جدا برضو، وبيساهم بشكل كبير في ان الخليط ما يقعش من السيخ فقط لما تظبط ملحها. ومفيش مانع بعد ما تخلط الكفته انك تدوق حته صغيره عشان تتاكد من ظبط الملح. وبرغم كل اللي قلته ده لكن يا ريت برضو ما ننساش البركه في الرزق، يخلي طعم الكشري في المحل حلو زي المشويات من المحل برضو حلو. الاتنين ليهم طابع خاص، مهما حاولنا نعمل انضف منهم في البيت هيفضل بركه رزقهم محل طعم اكل المحلات. عشان كده دايما بنقول لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، وفي اختلاف الاذواق توزيع للارزاق.